علي سيف أحد المرشحين للرئاسة وهو يعمل مصور. أهلا بك معنا حضرتك. ومعنا أيضا الأستاذ خالد عبد السلام وهو تاجر أخشاب وأحد المرشحين للرئاسة. أهلا بك. أهلا بحضرتك. هبتدي مع أستاذ علي وأقول أنت ليه عايز تبقى رئيس جمهورية؟ وليه ما بقاش رئيس جمهورية؟ كويس، ما أنا عايز أعرف السبب. ما أنا هقول لك السبب. أنا شايف إن مصر محتاجة جراح. وأنا حسيت إن أنا الجراح اللي استأصل الأمراض الخبيثة اللي فيها. إزاي؟ مصر عايزة، في أغنية بتقول لك طلعت كده محتاجة ذكر، وأنا الذكر. شايف في نفسي إن الذكر اللي هيخلص البلد دي. عايزة واحد فاجر وقادر. عايزة فاجر وقادر. لا يعني معلش أنا هتكلم باللغة اللي يفهمها يعني، بس الناس اللي انا طالع عشانهم. نتحفظ على الكلمات يعني. اوكي معلش يعني أوكي. نتكلم باسلوب يعني شويه. اوكي لا انا مجازا انا يعني قوي. فمش شايف اللي موجودين على الساحه واحد قوي. مش شايف على الساحه خالص واحد قوي. حضرتك شايف ان القوه بس هي كفيله بانه حضرتك قوه وعقل وفكر. القوه والعقل والفكر. طب حضرتك دارس ايه؟ مش دارس حاجة، واللي درسوا عملوا ايه؟ ما كان عندك الطيار وعندك المهندسين وعندك كل المتعلمين. ماشي؟ طلعوا ايه؟ طلعوا حرامية في الاخر. وبعدين انا هعلق على الحلقة اللي كانت قبل كده، اخ بيقول لك ان هيشوهوا صورة رئيس الجمهورية. لا، الكرسي اساسا الشوه سواه حسني مبارك. انا مش هقبل اقعد عليه. لأنه هو شوهه. طب ما انت مترشح يا استاذ علي. يا سيدتي انا مش انا رئيس مصر القادم. انت شايف كده؟ انا شايف ان انا رئيس مصر القادم بلا منازع. طب بس مش حضرتك شايف انك يعني عندك امل زياده عن اللزوم؟ وعارف ان الشعب مش يخذلني. لان انا جاي عشان الست اللي بتتلوط مع جوزها في الطين، وجاي عشان البواب، وجاي علشان سايس الجراش، وجاي ناوي المهمشين دول اجعلهم اسياد الفتره القادمه. طب هتمول انتخاباتك ازاي؟ انت عارف كل واحد منهم هيديني ربع جنيه. انا اي سؤال انت عايزه تقوليه انا هجاوبك عليه في ثانيه. طب انا عايزه اسالك على حاجه، وحضرتك ليه منفعل؟ مش منفعل، انا عايز ان مصر اصبح الصبح ومجهز فريق عملي. على فكره مين بقى فريق عملك؟ صلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. انا هاخد زياد العليمي نائب للرئيس. تمام. ده هو حضرتك كلمته ولا لسه؟ ما كلمتوش وما يعرفنيش. طب ادي انا ميدان التحرير كله يعرفني. انه في ليك ماشي النائب ترشح انك تبقى نائب رئيس الجمهوريه. محمد ابو حامد هيبقى نائب ثاني. عصام سلطان مستشار قانوني. يسري فوده مستشار اعلامي. مصطفى النجار مستشار سياسي. محمد الصاوي مستشار ثقافي. انا هلغي دينا عبد الرحمن، بس انا بحبها، بس هجيب ريم ماجد للشباب. طيب انت مش دارس حاجه خالص. ايوه يعني هتقرا وتكتب طبعا. ايوه، وهكتب الخطاب بتاعي، مش هجيب حد يكتبه لي. طب اول خطاب ليه كده هتقول فيه ايه للناس؟ هتكلم من قلبي، مش هكتب. بس الناس عايزه حلول. اصل مصر اسره. مصر اسره. ماشي. انا بكلم ولادي ازاي؟ انا شايفك متاثر بالرئيس السادات شويه. لا لا لا, لا ما بحبوش اساسا. ما بحبوش. بالنسبه للسؤال اللي ساله للاخ اللي هو على اللغه، امال ولادنا اللي دارسين ألسن هيشتغلوا في ايه؟ ما هو الرئيس لازم. وبعدين في حاجه انا عاوز اقول لحضرتك عليه. يعني لا ثانيه واحده، في حاجه معلش. هو حضرتك هتخلي ولادك يساعدوك؟ ثانيه واحده صلي على حضرتك عليه الصلاه والسلام. الياباني يعرف جميع اللغات وما يردش الا اللي يتكلموا بياباني. ما هو يعرف كل اللغات. طب ليه هم ما يتعلموش عربي ويكلموني؟ ليه احنا اللي نبقى تابعين؟ دعوه لكل الدول تتعلم عربي. تتعلم عربي عشان تيجي تزور مصر. عشان تيجي تزور مصر يتكلمني بلغتي. طب اذا رفضت هنقفل علينا حدودنا؟ لا مش هنقفل. عندي بتوع الاداب، عندي بتوع الألسن، واخد لي الجيش معايا يفسر لي هم بيقولوا ايه. قضيه وبعدين على فكره بتكلم انجليزي وبتكلم فرنساوي بطلاق. طب ممكن تتكلم كده شويه؟ لا ما اتكلمش. ليه؟ انا عربي وبهتم بلغه العربيه. معلش يعني. هو اصلا مش هتحرج. لا انا مش جايه احرجك والله، ما جايه احرجك. انا لغتي العربيه افصح لغه في العالم واعتز بيها. طب اتعلمتها فين حضرتك؟ علمت نفسك على المصطبه. على المصطبه. على المصطبه. يعني في مدرس. على فكره لو اقول لك على حاجه، الثوره دي قامت على كتافي. لو دخلت على البي بي سي، على موقع البي بي سي، هتلاقيني سيناريو الثوره
من 15 سنه بكتب فيه. مجدي الدقاق قبل الثوره بيوم طالع يقول ما كانش موجود في مصر بلد مؤسسات، ومصر ومصر ومصر. قلت له كلمتين اتنين، حرقت دمه على الهوا مباشر. البي بي سي بتفتح لي الخط بالثلاث ساعات. قلت له يا مجدي يا جلاء يا دقاق، اللي اختشوا ماتوا. بس خلصت له اللي قاله كله، وقلت له يوم الثلاث الثوره قايمه. طيب ثانيه واحده، حضرتك شايف انه السياسه هي لغه التفاوض؟ ايوه، وليست لغه القفش، يعني اللي هو هو ده موقفي. ما اعرفش اتفاوض. لا ثانيه واحده، وقت القوه يبقى في قوه، وقت الحنيه يبقى في مش مستحمل مني حنيه. كلمه، فازاي هتعرف تتفاوض مع حد؟ افرض مثلا اسرائيل جايه تعمل مفاوضه معاك في اي موضوع، دول بيتفاوضوا. ده اول حاجه هتفاوض معاهم. مين؟ مع اسرائيل. هتتفاوض معاهم على هرجع ايه؟ المعاهدات الدوليه كلها وهتكلم فيها. امال انا هعمل مستشارين ليه؟ وانت فكر الرئيس، اصل الناس، انا اقول لحضرتك على حاجه. في ناس تفكر ممكن تبص ان بدله رئيس الجمهوريه واسعه عليا. لا، انا شايفها ضيقه عليا. انا شايفها ضيقه عليا. ماشي؟ وشايف ان منصب رئيس الجمهوريه ابسط منصب في مصر. والله العظيم، والله منصب رئيس الجمهوريه صغير عليا قوي. لو في منصب اكبر من كده انا اطمع فيه. طب استاذ وائل تعليق. يعني قد يكون هو عنده تصور انه هيعمل مؤسسه رئاسه، يعني وفريق عمل يعني رئاسي على النموذج الامريكي مثلا، يعني وفي مستشار الامن القومي ما هو قال لك هو معاه مجموعه من المستشارين في الورقه اهي، هو مجهزهم. المستشارين دول لسه على الورق يعني. لسه ما سمعناش ان حد وافق منهم ولا ايه؟ حبيب قلبي، ان ما كانش هيبقى في غيره. عظيم. يعني انت انا حاسس ان دول فكرهم هو نفس فكري. عظيم. وشباب هيجروا شمال ويروحوا يمين. ماشي، وهسخرهم. عارفه انا عامل خطه عمل. لا، كلمه تسخرهم دي في حد ذاتها محدش هيقبلها. يعني حل البلد دي ايوه، انا احلها في 3 ايام. ايه بقى؟ في الست شهور، في 3 ايام. انا مش على فكره، انا هادي مصر دلوقتي اهو، وانا قاعد ب6 مليار. 6 مليار ايه؟ الصباحه كده على الصبح ادي لمصر 6 مليار. منين يا فندم؟ منين يا حضرتك؟ ايوه، في مشكله النهارده قلقه كل البشر. الفلاح يا عيني بيتعنى. عارفه بيتعنى يعني ايه؟ بيقاسي يعني. بيقاسي. ليه بقى؟ البيت ضيق عليه وطلع في الغيط وبنى. صليت بينا على حضره النبي. 50,000 فدان. قولي للكنترول كده يحسبها لي، هدي لك الرقم اللي انا هقوله لك، اللي هو 6 مليار و300 مليون. يعني حضرتك عايز تشيل كل التعديلات؟ مش هشيل. انا اخلف في البلد ليه؟ دمر اقتصاد البلد. امال ايه؟ انا هعمل متر ب 300 جنيه، وكل مصر دلوقتي بتسقف لي على الهوا. كلهم بيسقفوا لي دلوقتي 300 جنيه في 50,000. الفدان 4200 متر في 50,000. خلي الكنترول يحسبها. هيدوني عدد كبير، هيجي في النهايه 6 مليار جنيه. وممكن اقدمهم واقرص لهم ودنهم واخليها بالدولار. كل واحد يخلي ابنه اللي في السعوديه واللي في الامارات يجيبوا لي بالدولار. طيب ماشي، انا عايزه يعني حضرتك استاذ علي. تغيير ده، تغيير دماغ المواطن، تغيير التفكير المصري. ازاي بقى؟ تعليم صح. على فكره انا برنامجي ممكن اعرضه على الناس كلها. ماشي، كاتبه بايدي. ماشي، وبعدين بس انا ليا رجاء عندكم، تليفوني ينزل للشعب واوعد الشعب ان انا وانا رئيس الجمهوريه وابقى رئيس الجمهوريه ان شاء الله مش هغيره. طب ناخد تليفون الشعب اسف. ماشي. لا، اصل انا مش يعني هاخد تليفون الشعب كله، بس الشعب كله ممكن يقدر ياخد تليفوني. ثانيه واحده يا استاذ وائل، ده 85 مليون بني ادم. بصي حضرتك هعمل لهم ناس قاعده للتليفونات. يعني بس حضرتك مش هترد على التليفون بنفسك. اسمع الوقت فيه ارد على نفسي. طب ما انت تعمل انفصال. هذه ايه المشكله؟ طب ثانيه واحده، ما حضرتك هتبقى فاضي ترد على التليفونات ولا تعمل مش من الداخل بس. انا عاوز اتكلم في النقطه دي. الخطر عليها من الخارج ومن الدول الخليجيه على وجه الخصوص. تعرفي حضرتك النهارده في الامارات ما بيجددوش عقود المصريين عشان يضيقوا علينا. انا ليه ابني قاعد هناك الوقت بقاله سنه و4 شهور على قضيه. ماشي، هو قاعد مخالف بقاله 4 شهور منتظر ياخد فلوس. هيقبضوا عليه. اسمعيني افهميني، انا بقول لك على حاجات بيضيقوا علينا. بيضيقوا علينا. ما ده كله داخل مع بعضه. يعني هم بيحاربونا ليه؟ لان هو معروف ان مصر
القلب النابض للوطن العربي. تمام. ان سقط الطرطور بتاع مصر سقطت كل الطراطير. كل الطراطير هتسقط. عارفه حضرتك لعبه الضمنه لما تلف الورق كده توقعه والورقه بتروح راجعه موقعه الكل. هي مصر كده رمانه الميزان. طب انت بقى هتعمل ايه عشان الرمانه دي تفضل هي الرمانه وما يقعوش بقى وليا طلب واحد كمان. ماشي. بالنسبه لمصر عاوز اشيل الديانه من البطاقه، يبقى مصري بس. مش مهم بقى مسيحي ولا مسلم. مسيحي ولا مسلم. الاخوه المسيحيين على فكره كلمه قبطي يعني مصري طبعا، يعني كلنا اقباط. صحيح. ماشي. يبقى انا عاوز اعمل ايه بقى عشان الحتت اللي كانوا بيهددونا بيها وماسكيننا من ودنا او عاملين لنا حاجه بتسحبونا منها، والفتنه بقى الفتنه الطائفيه والكلام ده. انا بنادي من بكره انا اصبحت رئيس جمهوريه هغير البطايق كلها وهعمل مصري. مصري ويعتز بيها. انا هجعل مصر الجواز بتاعها يروح في اي حته الكل يقف له انتباه. ازاي؟ هخلي مصر صوتها من دماغها. المعونه اللي بيقولوا عليها مليار ومش عارف قد ايه ماشي تلفوتات. ماشي. في مثل فلاحي بيقول لك ايه؟ الحس مسني وبات مهني ولا كبابك اللي قتلني. انت معايا ولا مش معايا؟ اسمعيني انا بلاغي بقول لك البوابين والفراشين وبلاغي الناس دي اللي هي اللي هتجيبني وهو اللي هيدفع له ربع جنيه عشان ابقى رئيس جمهوريه. انت معايا؟ طب بس في مشكله. وحضرتك بتلاغي الناس اللي بتقول عليهم دول اللي هم على راسنا كلهم من فوق. بس الناس التانيين اللي هم خليني اقول لك هم مين؟ اللي هم بقى بيروحوا النوادي، ولاد الجامعه الامريكيه واللي بيدرسوا ومش عارفه ايه، يعني بالنسبه لهم الكلام بتاع حضرتك ده ممكن ما يقنعهمش. انا بهتم بدول ما يلزمنيش دول دلوقتي. لا طب ما كده انا هوصل دول يبقوا زي دول ونتكلم مع بعض. انا نازل اخلي الفقير ده سيد في الايام اللي انا هبقى فيها. يبقى السيد. مفيش التفرقه العنصريه بقت عندنا في الجواز، انت ابن مين وهي بنت مين. ما ينفعش. هم بصي النظام السابق دمر البلد. طب بس ربنا خلق الناس يعني سيدتي فاضل احنا كل ما نتزنق نخش على الدين. لا انا ما بقولش صلي على حضره النبي وهو ربنا. الثوره بتاعتنا قامت على ايه؟ على العداله الاجتماعيه. طيب ما ينفعش واحد يبعت يجيب الفطار بتاعه من فرنسا وواحد مش لاقي المش ياكله. طب انا اسال حضرتك سؤال، مش حضرتك شايف انه حضرتك عصبي قوي في التعامل؟ الحاجات السياسه دي محتاجه ناس شايل هموم بلد، ناس بارده كده وهاديه. انا شايل هموم. لا مش هختلف. انا ديمقراطي. انا اشوف حضرتك مثلا لو حد اختلف معاك ممكن تقوم تضربه مثلا. انا دي طبيعتي. طب ما هو ما ينفعش. انا شايل هموم بلد. على فكره نزلي لي اغاني سلمى الصباحي هتلاقي راجل واقف بسديري في قلب الميدان والناس كلها شايلاه. هو انا دخلت ميدان التحرير وهم 24 اول واحد ينزل ميدان التحرير. واقسمت بالله العلي العظيم ان ما اخرج منه الا ما ينزل حسني مبارك ونفذت. انا رجعت من ميدان التحرير عندي الحلقه اللي انا ماشي كنت عاوز حلقه لوحدي لان اللي عندي كتير. ماشي بس من حقي ان انا ارد ببرنامج في ثانيه. طب ثانيه. اول حاجه عشان اصلح البلد دي تفعيل قانون من اين لك هذا. غربله القضاء وعزل الفاسدين، غربله الشرطه وعزل الفاسدين، اعاده هيكله الاعلام، عزل القيادات حتى الصف الثالث من جميع المصالح الحكوميه، الاهتمام بالفلاح ومعاملته كانسان من الدرجه الاولى، الاهتمام بالفئات المهمشه وتطوير العشوائيات، تكوين لجان شعبيه لضبط الاسواق، الاهتمام بالصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر، اعمار سيناء. طيب كملي لي اكمل. ما هو الوقت انتهى والله ما فيش. معلش عشان اجي لكم تاني. طب اتفضل. عشان اجي لكم تاني. اتفضل. اعمار سيناء وتوزيع اراضيها عندنا وكارثه هتحصل في الدلتا، المفروض ان انا اخف الدلتا واديها سيناء النهارده. تقليص عدد السفارات 187 سفاره. ثانيه معلش يا فندم والله الوقت انتهى وحياة ربنا. معلش عندنا 187 سفاره. امريكا لها 87 سفاره. ماشي. دول بيعملوا ايه؟ اخر حاجه ماشي. تقليص عدد السفارات، تسريح الحرس الجمهوري وتقليصه، تحويل الامن المركزي الى مؤسسه. طب خلاص معلش عشان والله وقت انتهى.